يلا جاهزين يا جماعه؟ خلاص يا سندس قررت ان هي مش هترجع معانا. البنت هتهرب بجد. ساعكار بفكر اخدها جري. النهارده معاكم في رحله جديده. احنا النهارده في مكان اللي بيجي مره بيجي 2 و3 وبيجي كتير قوي زينا كده. احنا النهارده في دهب، وزي ما هو الناس بتقول من جاء دهب عقله ذهب. خليكم معانا عشان نشوف الرحله كلها هتبقى عامله ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك عليه، سبسكرايب للشانل، بس ما تنساش تفعل زر الجرس. ليه؟ عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه، لان في فيديوهات جايه جامده جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. الطريق من القاهرة لدهب بياخد من 9 ساعات لو انت محظوظ ل 12 ساعة لو انت مش محظوظ. الطريق بيبقى عبارة عن حاجتين ملهمش تالت، اللي انت تبقى ماشي وسط الجبال، وان انت كل شوية تقف في كمين عشان تتفتش، فيبقى معاك البطاقة ومجهز نفسك جامد جدا. احنا وصلنا بدري شوية عن ميعادنا، فحبينا نقعد على البحر لحد ما نعمل تشيك ان في الفندق. كان المنظر ولا اروع. حاليا احنا مستنيين الجود اللي هو التجهيز. بس مش قادر بصراحة، انا عايز انام. خلصة؟ لا اصحى بس عشان احنا لسه هندخل نغير المايوهات عشان نروح اللاجونة. لا اجمد كده اجمد. حاسس ان انا يعني لو قعدت على السرير كده هسافر. لا بجد. لا انت اول ما تشوف البحر كده هتفوق. خلينا نشوف كده. انتوا حظكم بقى معايا. مين بيمشي على الخطط اللي بيقول عليها بحذافيرها؟ ايوه احنا هو بصراحه الواحد اتقتل نوم. يا دوبك احنا ريحنا ساعتين كده عشان نقوم نلحق فيه رحله النهارده، رحله اللاجونه. ده مفروض ساند بيتش، هنروح بقى نعوم فيه النهارده. دي حاجه بقى ما فيهاش فرهده عشان اول يوم يعني واصلينه كده. حاجه في اللذيذ كده. فهنروح كده ايه، نوريكم المنظر، نشوف بقى هنعمل ايه هناك. ايوه ما اعتقدش ان هو في اكتيفيتي هناك بس يعني. هناك لا ما فيش تقريبا. فده من الاماكن اصلا اللي جامده جدا الناس بتقول عليها هنا في دهب. بس عايزه اقول لكم على حاجه، بس احنا لازم بجد لازم نلتزم في بقيه الايام. احنا يعني احنا اللي احنا قلنا عليها ان احنا نعمله بجد. هنحاول بس ما نوعدكوش يعني. عشان احنا كنا متارجتين ان احنا نطلع نغير هدومنا وننزل نفطر وما فيش الكلام ده. ما هو بصي، هو بعد 12 ساعه سفر ده صعب قوي ان حد يقدر يعمل اي حاجه. احنا كويس ان احنا واقفين على رجلنا دلوقتي. الممشى زحم عن الصبح اول ما وصلنا، صح؟ زحم شويه، بس لسه كمان ده بالليل المفروض يزحم اكتر. داخلين السوبر ماركت بس نجيب سناكس كده عشان هناك في اللاجونة مفيش حاجه. انا كنت جايب الحياه ضحكت علينا يا احمد يا عيد. هي ضحكت علينا فعلا. يا جماعه هنوريكم احدث عربيه هنروح بيها. ترى احدث عربيه. ايوه يا عم احمد. المية متلجة. البحر تحفه بصراحه، بس الهواء عشان شديد خلي الدنيا صعب. ولا المية ساقعة قوي كمان، مع ان احنا دلوقتي الساعة 4:30 فالمفروض تبقى دفيت يعني الشمس. واضح عشان احنا يا جماعه احنا في نص 10. احنا في اخر 10. اخر 10 فعشان كده الجو خلاص بقى بدأ يطري بقى، بس جميل. جميل. بص احنا دلوقتي في ليك هناك كده بيسموها ايه؟ البحيره المسحوره. ايوه فاحنا رايحين لها يعني. احنا بنتمشى. استنى اوريكم. هي بقى احنا هنتمشى هناك كده. بص دلوقتي احنا لقينا الطريق ما بين الميه كده ماشيين فيه عشان نوصل زي الناس اللي واقفه هناك دي. تعرض الميه عامله جزيره بس شكلها تحفه في النص كده. يا رب ما نقع، بس الهوا يوقعنا احنا والموبايل وسندس والمشكله اللي هيتبل. وصلت؟
جامده جدا. كأنك بصي واقفه على الميه حرفيا. متهيألي دي في المد والجزر تعلى شويه، الميه بتعلى هتختفي يعني الجزيره دي. في حد سايب شبشبه مأمنه بحاجة صخرة كده ولا زلطة ايه. بصوا يا جماعة، احنا وصلنا دلوقتي اللي هي البحيرة المسحورة دي. هي كده جزء من البحر، لما بيحصل مد وجزر فهي بتتجمع كأنها زي بحيرة يعني. أحمد وسندس نزلوا هناك اهم. هنا الصراحة أهدى من الحتة اللي احنا كنا فيها الأول، ما فيهاش ناس كتيرة يعني. اللاجونة بقى أنا كنت فاكرة إن هي ما فيهاش أي أكتيفيتيز، بس هي فيها يعني. لو حد عايز يصطاد موجود، في لو حد عايز يركب خيل برضو موجود، وفي كمان في البحر المفتوح الناحية اللي هناك دي فيها بحر مفتوح بقى، ففيها اللي عايز يعمل كايت سيرفينج ولا حاجة. هي الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة السنوركلينج. هنا مفيش شعاب مرجانية قوي زي الثري بولز والبلو هول، فهي دي مش موجود هنا سنوركلينج في اللاجونة. المسافة من هناك لغاية هنا تقريبا 5 دقايق ولا حاجة، احنا خدناها في ربع ساعة عشان كنا عاملين بنتصور بقى. الصور جامدة قوي هنا. تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام عشان تروحوا تشوفوا الصور اللي هناك بقى، ماشي؟ الخطة مشيت زي ما احنا كنا قايلين بالظبط. طلعنا خدنا شاور ونزلنا بقى عشان هنموت من الجوع. تفتكر عشان كده الخطة يعني ما فشلتش؟ لا مش هتفشل ان شاء الله. عشان احنا جعانين، فعشان كده احنا ما نمناش بقى، فنزلنا عشان ناكل. هنشوف هناكل فين. لسه في كذا مكان كده. في مشاوي ممكن. بس مشاوي يبقى في المصري او الحسيني او كينج تشيكن. في كذا. احنا جربنا كينج زوزو بقول لكم ايه، تشيكن. زوزو خلاص بقت انا دارسه المكان صح ما شاء الله يعني. ايوه عامله بص جدول كده هناكل ايه فين في كل الايام اللي جايه بقى. يلا بينا نروح يلا عشان انا جعان يا عم احمد. يلا بينا جعان. يلا اجري. احنا بعد ما اكلنا ما كناش قادرين بصراحه يعني. احنا ما صورنالكمش الاكل. ما صورنالكمش الاكل عشان احنا فرتكنا الدنيا. فرتكنا الاكل اول ما نزل. فاحنا يا دوبك بنصور لكم بس احنا بنشرب ايه. احنا دلوقتي في الممشى اللي هو الثاني. الممشى الثاني ايوه. هو في 2 ممشى. احنا في الممشى يعتبر الجديد اللي هو الهادي ده. والهادي. هنشوف بقى بكره هنعمل ايه. احنا النهارده تقريبا يوم كده خلص، مش قادرين كده النهارده اليوم خلص، ونوريكم بقى بكره هنروح رحله جديده، ويا رب تعجبكم. نشوفكم بكره. باي باي. ورجعنا لكم من تاني يوم ونقول لكم صباح الفل. صباح النور. صباح الفل يا زوز. لسه ما صحيتش، انا نايمه تحت النضاره. احنا الصراحه برضه لسه ما استكفيناش نوم، بس لازم نروح دلوقتي نفطر عشان النهارده عندنا رحله قويه جدا. ايوه رايحين فين النهارده؟ 3 بولز. فهنفطر دلوقتي بسرعه ونروح بقى ايه نوريكم هناك اللي هيحصل. يلا نوريكم. انا اول مره اروحها. وانا كمان اول مره على فكره. عشان كل مره باجي دهب ما حدش كان بينصحني بيها قوي، بس المره دي قلت لازم اجربها بقى. انا نفسي افهم الجو هنا بجد. الدنيا هوا وحر جدا، شمس قويه جدا. فمش انا مش فاهمه المعادله الغريبه دي، مش فاهمه. لو حد فاهم يفهمني بجد. بس هو عموما في الجو حلو يعني، مش رخم. قشطه يلا بينا نفطر. بيقولوا عليه جامد جدا يوم ده. تعالوا نجربه كده مع بعض ونشوف ايه الدنيا. وصلنا دلوقتي 3 بولز، بنبقى قاعدين كده في قعده بدوي، قعده عربي. ايوه. قاعدين دلوقتي مستنيين ان احنا شويه نجهز نفسنا بقى وننزل الميه، ان بيقولوا هنا في شعاب مرجانيه وحاجات تحت الميه تحفه. الثري بولز دي تبقى يعني المكان نفسه بيبقى ايه، انت الجبل في وشك كده
والبحر في ظهرك، حاجه كده جميله. لا قولي لهم هي عباره عن ايه. هي 3 بولز هي من اسمها. هي تلات ثلاث حفر تحت الميه، فيهم كل واحده بقى ايه شعاب مرجانيه وسمك. بيقال ان الاسطوره بتقول ايه، ان هي اتنشأت ازاي، ان كان في نيزك كبير، النيزك ده نزل في البلو هول اللي احنا لسه هنروحها بكره، والشظايا بتاعته هي اللي نزلت هنا فكونت 3 بولز، وهو النيزك نفسه كون البلو هول. البلو هول دي اللي هي بيقولوا عليها مقبره الغطاسين. بس المكان هنا عموما يعني احنا اول مره نيجي ل3 بولز، ما جيناش قبل كده زي ما قلنا لكم، بس لذيذ. انت الطبيعه يعني بحر وجبل، اللي بيحب ده هيلاقي واللي بيحب ده هيلاقي. وجمال بقى هنا كتير قوي تبقى موجوده، ممكن تركبها يعني تمشي بيها على البحر. هنقسمها تيمين، معلش هنحزبها بعد اذن الكابل، هنحزبها تيم ولاد وتيم بنات. طب ما تعمل حزب شباب وحزب كبار. ما احنا معانا ولاد. ايه؟ لا ما احنا كلنا شباب بقى. كلنا شباب. هي تيم رجاله وتيم ستات. الرجاله هترد مع تيم الرجاله والبنات هترد مع تيم البنات. مش عايزينها سلطه. بعد اذن الحب يعني. ماشي؟ بعد اذن الحب. ماشي. بعد اذن. طب يلا تيم البنات يبدا اغنيه، يلا ابدا اغنيه. ايه اللعبه؟ ايه اللعبه؟ بصوا يا جدعان اللعبه ازاي؟ تيم هيبدا باغنيه واخر حرف هيقف عنده، التيم الثاني هيبدا باغنيه، وكل تيم متاح له 10 ثواني. حافظ يا احمد؟ لحد ما حاجه بحرف النون يا رجاله. نجري بيه. بعد رحلتنا الجميلة النهاردة رجعنا الفندق عشان خلاص احنا خلصانين، هننام وبعد كده نصحى هنشوف هنعمل ايه وهناكل ايه ونكمل اليوم معاكم مع بعض. يلا بينا، تصبحوا على خير. صباح الخير بالليل يا جماعة. احنا اتقتلنا نوم، فاحنا هننزل دلوقتي نشوف هنتمشى ولا هناكل ولا هنعمل ايه، ونكمل اليوم كده مع بعض، ويا رب الفيديو يعجبكم. بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك عليه، سبسكرايب، وشير في كل حتة. يلا بينا. احمد واقف بيتفرج على الماتش بيشوف النتيجه، بس عشان احنا مش راضيين نقعد معاه الكافيه. يجي دهب بعد كده اول نص 10 كده التاني
يجيب حاجه بقى معاه ايه شتوي خفيف كده، لكن لو بيبرد زي يجيب شتوي بجد. كله كل لبسه يبقى شتوي. احنا النهارده معاكم من اول مكان في العالم، مقبره الغطاسين. البلو هول. رحلتنا النهارده 3 في 1: بلو هول، ابو جالوم، بلو لاجون. عشان نروح الأماكن دي هنركب أغرب وسائل مواصلات، أولهم أحدث عربية جيب، بعد كده مركب هجرة غير شرعية، وهننهيها بقى بعربية نص نقل. دي متصنفة من أحسن تاني مكان في العالم في الغطس. فيلا ناخدكم تحت عشان نشوف المنظر من تحت عامل ازاي. يلا بينا. احمد وشه مولع. والله أنا بقيت مخلل. دلوقتي هنتحرك على محمية ابو جالوم، وهنركب زودياك هيمشي عكس التيار لمدة تلت ساعة. بس لو عندك مشاكل في ظهرك هنصحك ان انت ما تركبش. وفي طريق تاني لو بتحبوا تعملوا هايكنج لمدة 2 ساعة في الجبل. مستعدين. اوعى تفتكر الرحله خلصت على كده. اول ما تنزل من الزودياك هياخدوك عشان يركبوك عربيات نص نقل عشان نروح البلو لاجون. هنتشحن على عربيات النقل دي. وده احلى شط تنزل فيه المية في دهب، لانه شط رملي، وفي كمان كايت سيرفينج. النظر غريبه دي والله العظيم. هاتوا الجبرايم العرجاني يا فخر السيناوية. انا فعلا الشمس بدأت هتاخد تان كده. الشمس بدأت تاكلني. انت كده انت قاعد يعني كده عشان بتاكل تان؟ بتاخد انا تان؟ عايز انشف. بتاكل، بقول لك بتاكل تان. باكل تاني. عايز انشف والله، مش مهم عندي اي حاجه. لسه المايو سنه بس خلاص انا كل كده تمام. اقعدي بقى يا بنت. اقعدي بقى يا بنت. المايه ساعة ما تلاقوا حاجة في دماغه. اتخبط في المركب تقريبا. الجبرايم والعرجاني يا فخر السيناوية.
ادي قط. زوز نصيرة الحيوانات. انا باكلها من على فكره الباتيه بتاعك اللي بتجيبها. لا انت سايبه بتاعي وباكلها بتاعك. ما تهزريش معاك. الطاقات اللي فاكر. عايزين ده انت كفار. ده اللي فيها الجبنه واحنا ما فيناش عندنا الجبنه. معلش شكلها حلو والله وهي في الشمس كده. يعني يا هره يا قطه يا بسه. يلا يا احمد. البطل الدولي جاي. بص هيتقعد يضحك. نطلع فين الطياره؟ خلاص. ايوه يا عم علي. يا عم جت علي عندي وانا نطيت بره يابا. تعالى افتحوا الدايره ما تضموش الحد هيعلى هتتبهدلوا. افتحوا الدايره ده ليكم. انا قلت لكم شغال كتير يعني. والله العظيم هتضحك صح ولا انا غلطان؟ يعني كان في شويه كده. لا حلوه. احنا قلنا الشباب بقى احنا هنسيب الشباب هم يكملوا. يلا يا جدي. نقلع تاني. ما لبسنا والله. بصوا يا جماعة احنا ما نمناش ساعة ولا 2 ولا 3. هي دلوقتي الساعة 1:30 واحنا نايمين من الساعة 7. فدلوقتي بقى المفروض هننزل ناكل عشان احنا جعانين ونايمين في نفس الوقت. يعني باين ولا واحمد اصلا مش قادر ورا نايم ورا الكاميرا. احنا قتلنا نوم مش العادي يعني. ما هو مفيش حد بينزل الساعة 1 يتغدى يا احمد ما تسعش بقى. والله ما عارف مين الناس اللي تنزل الوقت الساعه دي. حل المايك واعمل لايك. يصعب يعني. عايزة نروح فين النهارده؟ نمشي اليوم ازاي؟ احنا النهارده نقضي يوم رايق. حلو المرمطة ده. بتاعت الايام اللي فاتت خلاص بقى راحت. كفايه مرمطه عشان فعلا انا تعبت. اه فعايزين نبدا اليوم ازاي؟ ممكن نقعد على البحر. ممكن نروح نفطر الاول وبعد كده نروح نقعد على البحر. ماشي خلاص اتفقنا. قشطه. عايز اقول لكم يا جماعه ده يعتبر من اروع الاماكن اللي احنا بنحب نقعد فيها على طول في دهب. كافيه اسمه فلات وايت. ننصحكم جدا ان انتوا تجوه. عايز اوريكم كده المنظر هتشوفوه انتوا دلوقتي. حاجه من ورا العقل بجد خيال. اروق ايس كوفي الواحد ممكن يشربها في حياته. يعني ممكن ادفع كل اللي معايا كل ما املك عشان اجي بس كل يوم اشرب ايس كوفي هنا. والله روقان. دلوقتي احنا بندور على كلب عشان سندس قررت تسرق كلب وتعيش هنا خلاص. انا مش عايزه احلف بس انا مش هاجي معاكم.
خلاص هي سندس قررت ان هي مش هترجع معانا، فهتدور على بيت دلوقتي وهتدور على كلب تسرقه. ماشي مفيش بقى واي حد كلب يضيع منه اعرفوا ان سندس اللي سرقت الكلب. ماشي ده الكلب اللي سندس هتسرقه يا جماعه. دلوقتي يا جماعه هنروح ناكل في مطعم انا بصراحه بعشقه، اسمه اسانور، في منطقه اسمها اللايت هاوس في دهب. انا ممكن اجي من المطعم ده مخصوص من القاهره لدهب علشانه، فيلا بينا نروح نجرب مع بعض. هما جايبين لنا المنيو بس احنا كده كده عارفين احنا هناخد ايه. احنا عارفين كده كده اصلا، مش اول مره زي ما قلنا لكم، فاحنا بنروح للحاجه بتاعتنا اللي احنا عارفينها. بصوا يا جماعه هنا ممكن اي حد يجي بيحب يرسم، ممكن بيجيبوا له ورقه والوان وكده ويرسم بقى ويسيبها ذكرى، بحيث ان هو لما يرجع بقى المره الجايه دي كل ده ناس كانت جت هنا ورسمت وكده. ولو معكش حاجه ومش بتعرف ترسم يعني ممكن تحط صورتك او تحط عمله كاتب عليها زي دول كده. فاحنا كنا عايزين نسيب حاجه فلقينا دي معانا، ليه هنسيبها بقى هنا. يلا سندوسه حطيها. فاللي يجي المكان ده هوريكم في انهي تيبل دلوقتي، يجي بقى ايه يشوفها احنا حطينا ايه. بصوا هوريكم انهي تيبل. هتدخل من الباب هنا هتلاقي التيبل دي، هي دي بس. واللي يجي بقى هنا يقول لنا ان هو شافها. ماشي اهي بس. يلا بقى نستنى الاكل. انا مش قادره استنى صور الاكل بسرعه بسرعه عشان ناكل بسرعه بسرعه. بصوا يا جماعه بجد انا مش قادره استنى يعني. هندوق دلوقتي مع بعضينا ونشوف بس احنا كده كده احنا عارفين ان هو جامد جدا. يلا بسم الله. بسم الله. ناخد بس ايه شويه من الجبنه اللي بره دي، رهيبه فظيعه يا جماعه، كريمي فظيعه اقسم قوي بالله. قوي قوي. يلا نخش على البيتزا. يلا على البيتزا. عشان البيتزا دي بيبقى فيها بيكون ومشروم وجمبري وزيتون. استناكم شايفه اهو. اضرب 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 اضرب، انا جاي لك، انا جاي في الطريق شغيل. ايه الكلام بسرعه. بسم الله. احنا هنسيبها ونروح ناكل بقى. فظيعه فظيعه اقسم بالله. هناكل ونرجع لكم تاني. لازم يلا نقفل بقى عشان انا دلوقتي هغطس بوشي في الاكل. يلا. بصوا يا جماعه احنا كنا المفروض نصور لكم بعد ما اكلنا ايه اللي حصل، لكن احنا رحنا اتقتلنا عشان نصحى دلوقتي قبل الفجر كده بشويه عشان رايحين نعمل سفاري. فخلونا بقى نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. يلا جاهزين يا جماعه؟ احنا جاهزين جاهزين قوي كمان. يلا يا زاز. حاج ابراهيم العرجاني يا فخر السيناويه. يا حاج ابراهيم يا اخي بيرزق البذره في بطن المعزه. يا حاج ابراهيم عمال يبص على الكاميرا هنلبس واحنا سايقين اصلا في وسط جبل، لو طلعنا محدش هيلاقينا هنا. يا ستي احنا بايدين ربنا. ايه المنظر؟ هو ليه عاملها لك؟ مرمطنا يا جدعان والله العظيم. بص هتلاقوا رموشنا شبه الجمال دلوقتي، كلنا ابيض في ابيض وهدومنا ابيض في ابيض. حاجه جميله بس هي ممتعه. ايه رايك فيها يا زوزو؟ لا لا جامده جدا جامده. بص كمان بص الطلعه هتبقى عامله ازاي دلوقتي. اوف وبصور لهم بقى. احنا وصلنا وادي جني. نقعد في القعدات البدوي دي. يلا يلا. نشرب الشاي الحبق ده اللي هو ده. لا ده من المرمريه. المرمريه ده ما تفهميش هو
حلو ولا وحش، بس هو شيء مستفز كده، تحس انت عم بس انت عايز تشرب منه تاني. بس جامد بس بصراحه دلوقتي مش عاجبك قوي. هو حلو بس مش يعني ما بفضلوش، بس لو قدامك بس هتشربه لو قدامك تاني. اشربه عادي قشطه. نعمل هايكنج كده، حاجه في الخفيف يعني، خفيف منه. مش حاجه صعبه قوي يعني. بس واضح ان هي مش حاجه صعبه قوي. امسكي في الدايت، امسكي هنا، امسكي هنا. اطلعي يا جدتي، اطلعي اطلعي. في واحد اطلعي هنا اطلعي. بيغامر من غير كنتش بيزحلق اخرب بيت كده. احنا كنا متفقين ان هي سفاري بالبيتش باجي بس. يا لهوي يا لهوي، في ناس وقعت. يا لهوي. سعكوه ايوه كده تمام. الله، ايه ده المنظر الجامد ده. ربنا معاك. يلا ربنا معاهم بقى. يا زوز بقى نطلع نتصور. اي تعرف تربط دعوة؟ منظر جامد من هنا بصراحه. والله حاسس ان انا قاعد في قلب الجبل واخدني بالحضن. تعالي بس ما تخافيش. انا معاك بقى، مش ناقصه فرهده ايه. يا عم تحت. اوه، انا حاسه ان النزول ده هيبقى دقلجه. لا ما احنا بقى ايه، نمسك بقى الحبل. نمسك كويس. بصي خلي الكوتشي يبقى على طول بالعرض كده، ماشي لكنه بيعمل فرامل. ماشي. مش عارفين بقى، دي نصيحه، هنشوف بقى النصيحه دي صح ولا لا. عيب يا بنتي، انا اول مره اعمل هايكنج. امسكي بس حلو كده، ما الاقيكيش انت اللي تدقلجي مني. تلاقيني جايه دلوقتي. انا هاخدها جري بقى. بس كده. يلا يا سندس. سندس واخدها زحلقه. ايه يا خالتي؟ ايه مش قادره ولا ايه؟ ربنا يديك الصحه. انت بتلعب شد الحبل. بص انا شايلكوا على كتافي والله. انا حاسه ان في حته كانت صعبه واحنا طالعين، هل اللي عدت بقى ولا اللي جاي؟ والله ما عارفه. لسه جايه. لا ما تقولش كده. هي الحته اللي جايه دي. تعالي. بص الحمار المتهور، انا بفكر اخدها جري. لا ما تعمليش كده. واحده. لا انا همسك كده بقى، اشيلكوا فيها تاني على كتافي تاني يا رب. انو راح فين؟ البنت هتهرب بجد، خلي بالك. بنتي دي هتهرب في قلب الصحراء، دي مجنونه. لا معاكي لا اكل ولا ميه. الذكيه اخذت طريق اسهل. بص بس هتدقلك فيه عادي. والله العظيم ولا ذكيه ولا نيله. وصلت لنفس حته تاني. يا حاجه ماسكه في الزرعه، قال لك الزرعه ماسكه في الزرعه. انت حرفيا ماسكه في ورقه. بصي تعالي كده، تعالي هنا اهو. ماشي اوكي. بسم الله نط انا هلوفك. نط ما تلاقيش. الموضوع سهل. انزلي امسكي في الحبل، بصي ردي في الحبل لاست عكس، تروحي رامي علينا. ارجعي تاني طيب بنفس الطريق بقى. عشان الغباء ده ليه ناس فعلا. يا بنتي خديها جري واحنا هنلقفك هنا، خديها جري والله. يلا عشان في اللي وراكي نازلين خلاص. انا مالي انا بيكي.
انزلي اهو، ابقى اقرب لك الحبل اهو. سيب البتاع اللي انت ماسكاه من الناحيه الثانيه ده، متخلفه. ماسكه في الزرع ليه؟ ماسكه في الزرع والله. الحمد لله على السلامه. يا الله على الدماغ. يلا بقى احنا دلوقتي هنرجع تاني بالبيتش باجي بقى، نرجع للمكان اللي احنا ركبنا منه. بص يا زوزو الجبل سبحان الله طالع ازاي. بصي معرق. ايه ده؟ سبحان الله. يا لهوي الشمس هتموتنا. ايوه يا حاج ابراهيم. ايوه اخويا الانسان. يا الانسان. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الرحله عجبتكم زي ما هي عجبتنا جدا. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل. شير في كل حته. نشوفكم فيديو جديد. سلام.